العزيز الاعلامي المتميز وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم دكتور ايهاب الكومي. يا دكتور ايهاب مساء الورد. مساء الورد يا ابو خليل. خليني في البدايه ابارك لك على برنامجك الجميل وكالعاده مكسر الدنيا، وبنستنى كلنا طبعا باليوم مبروك ومن نجاح لنجاح دايما ان شاء الله. حبيبي يا دكتور ايهاب، حبيبي والله ما تحرمش منك ابدا ولا من ذوقك. طيب النهارده ابو صلاح وصل. هل لدينا تفاصيل عن هذا اللقاء المنتظر الذي بحثت عنه وسائل الإعلام المصرية والعالمية في وصول صلاح والتقائه بالكابتن حسام؟ وانت طبعا واحد من الناس الملمة جدا بكل الموضوعات دي. ابو صلاح وصل زي ما انت قلت، الدنيا جميلة جدا. ده رد على كل ما اثير عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الفترات الماضية، وكنا بنطلع وبنقول يا جماعة ما فيش أي مشاكل خالص، الدنيا ماشية كويسة جدا، وفي الوقت المناسب وفي الوقت اللي هيكون محمد صلاح موجود معانا في المنتخب فيه هنعلن عن كده. وبالفعل طبعا احنا محتاجين محمد صلاح ومحتاجين كل لاعب في منتخبنا خلال المباراتين القادمتين والفتره القادمه. احنا طبعا تاهلنا لكاس العالم، الموضوع مش بالسهوله اللي الناس كلها متصوراها. ولو انت تابعت، واكيد انت متابع جدول المجموعات المختلفه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، هتلاقي ما عادش خلاص، الخريطه اتغيرت. اللي حصل في كاس الامم الافريقيه الاخيره هو اللي شغال في التصفيات، لا عادش في يعني منتخب صغير ولا منتخب كبير. العطاء داخل المستطيل الاخضر هو اللي بيحدد مين اللي هيصل في النهايه. عشان كده ده حرص الكابتن حسام حسن. بسألك على الحته اللي ليها علاقه باللقاء الاول. يا جماعه احنا محتاجين نقاتل حتى الرمق الاخير لغايه ان شاء الله باذن الله ما نحقق الحلم ونصل لكاس العالم. وده مش هيجي بسهوله، هيجي بالجد وبالاجتهاد، هيجي بوجود نجومنا كلهم في المنتخب. النهارده انا كنت موجود في المران، وكان موجود طبعا دكتور اشرف صبحي اللي متواجد يوميا في مران المنتخب المصري، وده حرص القياده والحكومه والدكتور اشرف صبحي على التواجد للدفع منتخبنا. كان موجود الاستاذ جمال علام، موجود ست لوحي المشهور، موجود ايضا الاستاذ محمد ابو لفه، موجود الدكتوره دينا، كلنا كنا موجودين في المنتخب. الروح حلوه والروح جميله، وعوده محمد صلاح بقيمه نجم زي محمد صلاح لمنتخبنا مخليه في نوع من الاريحيه، الكل شامم نفسه، لان قيمه كابتننا محمد صلاح داخل المستطيل الاخضر لا تقل اطلاقا عن قيمته خارج المستطيل الاخضر. وده دايما انا كنت باكد عليه مع حضرتك ومع كل وسائل الاعلام. كابتن حسام حسن وجهازه الفني، كابتن ابراهيم وكل الجهاز يعي جيدا يا دكتور ايهاب. هل انا من محمد صلاح يعي جيدا دكتور ايهاب هل بتسمعني؟ منتخب بلده عمره هل تسمعني؟ عن بلده. خلينا بس يعني قبل ما تنتقل لاي شيء اخر، رياض محرز في منتخب الجزائر اعتذر على المعسكر ده والمعسكر اللي فات. دكتور ايهاب الدنيا ما قامتش هناك بس ان شاء الله تبقى خير باذن الله. يا دكتور ايهاب معاك يا ابو خليل. انت معايا؟ ده انا بقالي كتير قوي بطلب المقاطعه مش عايز. مش عارف، ما والله الصوت، بس انا اسف. انا ولا يهمك ولا يهمك، انا قلت قطر دايس، عايز اسال سؤال مش عارف. لا ماشي يا ابو خليل معاك. طيب انا عايز اسالك، اقول لك ايه اللي حصل، يعني احكي لي ايه اللي حصل ما بين اللقاء الاول ما بين الكابتن صلاح وما بين كابتن حسام، تواجد سياده الوزير. ايه الكلام اللي كان بيتقال في الحته دي؟ الناس كلها محتاجه تعرف الكلوسه بتاعه مقابله صلاح للكابتن حسام ومقابله الكابتن حسام اكيد في حدوته، انت راجل اعلامي كبير وفاهم ان الحدوته تهم الناس. صدقني يا ابراهيم، الموضوع باختصار بسيط جدا، وانت عارف علاقتي بيك. الموضوع نجم يدرك اهميه وجود النجم، بس يعني باختصار نجم زي كابتن حسام حسن بتاريخ طويل يعني مدرك جيدا لوجود نجم بحجم وقيمه محمد صلاح داخل المنتخب. الاثنين قابلوا بعض بكل حب وبكل ترحاب وعناق، والنهارده حتى بعد ما انتهى التمرين خرج الكابتن محمد صلاح بصحبه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، الثلاثه ماشيين مع بعض بعد ما اللعيبه كانت وسط غرف خلع الملابس، مشوا في الممر زي ما انت عارف من الملعب، والممر الخاص بغرف اللاعبين، ماشيين مع بعض الثلاثه في حديث جانبي مع بعض. اهميه المرحله دي، اهميه المباراه اللي جايه، لازم ناخد ال3 نقط وبعد كده مباراه غينيا. الدنيا ماشيه كويسه قوي 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 يا مسهل الحال. اخر سؤال، قصه فيتوريا خلصت ولا لسه؟ خلاص يعني اعتبرها بنسبه 95% خلاص. 95% اخد خلاص الكتمنص بتاعه؟ خلاص كله تمام وربنا يبارك له. ابتدي حلاوه ده. لا زي الفل ان شاء الله باذن الله، وباذن الله اللي جاي هيكون افضل واحسن كتير جدا،
ونفرح مع بعض كلنا يوم الخميس، وهنستناك في الاستاد زي ما انت معودنا برضه. ان شاء الله باذن الله. يوم 12 مايو الاهلي كان طلع بيان قال انه من بين طلباته عايز حكام اجانب لمبارياته المحليه. ناقشتوا الموضوع ده مع بيريرا وفي اتجاه للموافقه ولا للرفض؟ احنا يعني صدقني احنا لغايه دلوقتي كل تركيزنا المنتخب في الماتشين بتوع المنتخب، مقبول. لانهم زي ما مقبول. فرحنا مع الاهلي وفرحنا مع الزمالك، عاوزين نكمل فرحتنا مع طبعا منتخبنا في المباراتين القادمتين. بعد كده ان شاء الله على طول هيكون في جلسه، وبيجمعنا جلسات مستمره مع بريرا ان شاء الله، وهنفتح كل الموضوعات دي، وفي اتصالات دايما ما بين مجلس اداره الاتحاد وما بين مجلس اداره النادي الاهلي وكل الانديه، والصالح ان شاء الله للدوري بتاعنا والكره المصريه هيتعمل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وتصريحات مهمه للكره مع فايق. خليني اتحول بقى للاستاذ والحج والشخصيه. معسكر منتخب مصر، وصول نجمنا ونجم المنتخب محمد صلاح للمعسكر الحمد لله بالسلامة. طبعا يا جماعة عارفين ان حسام حسن ومحمد صلاح مفيش اتفاق بينهم، وان دايما هما في ازمات. فاحنا النهاردة هنكشف لكم على ازمة جديدة حصلت بين محمد صلاح وبين حسام حسن. ايه الازمة؟ محمد صلاح جه المعسكر، فحسام حسن اول ما شافه فاهمني الدنيا ما كانتش لطيفه يعني، واي هري وخلاص فاهمني. اي هري، اي هري. ايه يا احمد، اي هري والله. الراجل لسه واصل فاهمني، فبالتالي لازم يبقى في ازمه. ليه؟ علشان نشعل الدنيا، علشان الدنيا تبقى حلوه بالنسبه للناس اللي بتشعلل. فاهم يا جدعان؟ احنا كده كده اساسا المنتخب بتاعنا راح في 60 داهيه. احنا اصلا منتخبنا رايح في 60 داهيه، هو مش ناقص ازمات يعني. هو الازمات اللي عندنا بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، فاحنا مش ناقصين ازمات جديده فاهمني. فلموا الدنيا شويه ولموا الموضوع شويه، يمكن لعل وعسى المنتخب ده يطلع منه اي بصيص امل يعني، اي حاجه. فنهدى على نفسنا. الراجل محمد صلاح لسه واصل. حسام حسن قالك ده ابننا، ابن المنتخب والنجم وبتاع، ولازم انت فاهم نحافظ عليه والكلام ده. الدنيا لطيفة يعني، ما تقلقش يا صاحبي، كده كده الأزمات جاية يعني، هي كده كده في أزمات. فاحنا ايه بقى، نتقل لحد ما يبقى في فعلا أزمات، ونطلع نقول ونعيد ونزيد بس كده.